بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة هنعمل سمك مكاريل. الأسبوع اللي فات عملنا المقلي اللي هو البلطي المقلي. النهاردة هكمل الجزء التاني اللي هو السمك المكاريل. الصينية فيها قوطة وبصل وبقدونس ورشة ملح صغيرة وليمونة متقطعة في وسطيهم كده عشان تبقى فرشة تحت السمك، لأن هدخله في الصينية، ورشة كمون كمان وشوية زيت. هنيجي هنا الخلطة. السمك بتاعي متبل من الأسبوع اللي فات، متبلاه مع السمك التاني، حاطة فيه التتبيلة اللي هي العادية اهو، ولكن هعمله الحشوة عشان ده هيستوي على البوتاجاز وادخله جوه. هنيجي نشوف الحشوة بتاعتنا: بصل، شرايح ليمون، توم مفروم، فلفل، معلقة هريسة، طماطم، وليمونة هتتعصر على الحاجات دي زيادة. هنعصر الليمونة. عصر الليمون هعصر في ايدي عشان البذر ميخشش فيها، وهشيل البذر اللي في ايدي ارميه، وهعصرها كويس عليهم، يبقى فيها ليمون تحتيها وليمون جواها وليمون في قلب الخلطة يتقطع شرايح، وليمون صرف معصور. حطيت عليها شوية ملح وشوية كمون، وهجيب كمان البقدونس والكزبرة. احط فيها ايه؟ بقدونس وكزبرة كله متقطع. هخلطها كويس، هخلط الثوم والهريسة والبصل والطماطم والكزبرة والبقدونس والليمون وكل الحاجات الحلوة دي، وابدأ افتح السمك سمكة سمكة. لو قدرت اشيل الشوك منها هشيله. اتشالت في خير وبركة انها تتشال عشان تديني وسع في السمكة واقدر احشيها كويس. هاخد من الخلطة اللي انا حطاها كمية كويسة واحاول اضم عليها السمكة، وهبدأ ارصها جوه. هحط وشها في الصينية عشان الحشوة ما تقعش لما تفتح، وهعمل التلاتة التانيين واقلبهم. بعد دول عندي شوية خلطة تاني نفس الحوار: بصلاية متقطعة شرايح بقى مش رفيع، وشوية توم وشوية حاجات وفيهم حتة توم، واحط عليهم رشة ملح وشوية كمون. برضو الكمون والليمون في السمك يا جماعة شيء أساسي. هقلب دول وهعمل فيهم ايه؟ هجيب الصينية انا قفلتهم كده اللي هو يبقى السمكة مقفولة في اللي جنبها، عشان لما السمكة تفتح وهي بتستوي ما تطلعش اللي فيها بره. هرش دول عليها، وهجيب برضو ليمونة وهقطعها واحطها على وشها كده. خلصت رصة الصينية وكل حاجة فيها التتبيلة. هنبدأ هحط الليمون ان شاء الله، وهحطها على البوتاجاز من فوق تستوي شوية، وبعد كده ادخلها الفرن. قطعنا عليها الليمون، وهرش عليها شوية زيت لان ما حطيتش تحت ولا في اي مكان، وسايباها على البوتاجاز شوية وهنغطيها تستوي. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم. دي الصينية بعد ما طلعت من الفرن، تحقيقة حلوة جدا ومستوية كويس. سويتها على البوتاجاز وبعدين دخلتها اخدت لون كده، ما حبيتش ان انا تتشعبط. ريحة السمك تحفة بالخلطة اللي هي محطوطة فيه. هبقى اكتب لكم التفاصيل بتاعة الخلطة بتاعتها ان شاء الله، واتمنى ان تكون الوصفة عجبتكم، واتمنى تشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الصينية بعد ما طلعت من الفرن، تحقيقة حلوة جدا ومستوية كويس. سويتها على البوتاجاز وبعدين دخلتها اخدت لون كده، ما حبيتش ان انا تتشعبط. ريحة السمك تحفة بالخلطة اللي هي محطوطة فيه. هبقى اكتب لكم التفاصيل بتاعة الخلطة بتاعتها ان شاء الله، واتمنى ان تكون الوصفة عجبتكم، واتمنى تشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل